أخواتي، ومرحبا بكم معايا في قناتي وقناتكم يوميات نادية دي زد. الحلوى تاع اليوم راح نحتاج 3 حبات بيض، كاس زيت، كاس سكر، كاس يربد 250 مليلتر، كاس صغير تاع الشاي مايزينا، مغرفة صغيرة خمارة الحلوى، وملعقة كبيرة لافاني، فرينة. أما للتزيين فراح نحتاج إلى مربى أو نسلي كراميل، سكر، وهذه النوع تاع القطعات. ونمر الآن لطريقة التحضير. ناخذ البيض نزيد عليه الكاس تاع السكر، ونستعمل الخلاط اليدوي. نضيف الملعقة تاع الفانيليا ونمزج الكل مع بعض. نذوب مليح هذاك السكر مع البيض قبل ما نحط الكاس تاع الزيت. هكذا حتى يذوب معايا مليح هذاك السكر. ندير الآن الكاس تاع الزيت ونواصل التخلاط. فوالا. الآن راح نحط المايزينا أو النشا، ونحط المغرفة الصغيرة تاع خمارة الحلوى. نزيد عليهم شوية فرينة ونبدأ نخلط، وفي نفس الوقت نحط الفرينة حتى نتحصل على عجينة تكون ما تلصقش في اليد. هكذا. والفرينة عينكم ميزانكم، كل واحدة والنوعية تاع الفرينة اللي عندها. ونسيت نقولكم بلي الفرن نشعلوه اول ما نبداو نجهزوا الحلوى تاعنا. انني شعلته على درجة حرارة 200 مئوية. فوالا. نبقى نخلط بهذه الطريقة حتى نتحصل على عجينة كما قلت لكم متماسكة وما تلصقش في اليد. نكمل بيدي. وبلا ما ندلكها، فقط اللين بالاصابع. كما دائما نوصيكم بالحلوى تاعكم تجيكم بنينه وتذوب في الفم، ما لازمش تدلكوها، فقط ليمو بالاصابع. اذا كما راكم تشوفوا هذا هو الشكل تاع العجينه نتاعي. راح نجيب القطعه والسكر. فوالا. نبدا نكور بهذا الحجم هكذا. نديرها في السكر ونختار واحد من هذه الاشكال. راح نختار هذا ونحطها الطيب، نحطها في السنيوه ونكمل كامل الكميه بنفس الطريقه.
السكر فقط باش ما تلصقليش. هنا راني كملت السنيوه الاولى، راح نديرلها النسلي. راح يعذبكم شويه لكن ماشي مشكل، نساحفو. انا راح نحطو فقط هكا، وهو لما يسخن راح يسيح ويعمر كامل هذه الثقبه. راح ندخل الحلوى نتاعي في الفرن. راكم تشوفوا راهي النسلي يسقم روحو مليح في المكان تاعو. ندخلو يطيب وندير معكم الشكل الثاني بنفس الطريقه. دائما راح ندير مره ندير معكم هذا الشكل اللي هو هكا، دائما في السكر ونقلب. نسيي نكبر شويه الكرات على الاولى. هنا السكر والان جات المرحله تاع التزيين. راح ديت الكونفيتور تاع المشماش نفس الطريقه في الوسط. هنا اذا هاو الشكل الثاني. راح نستنى السنيوه الاولى طيب، ندخل هذه الطيب ونوريكم كاملين جاهزين طبق التقديم. وهي الحلوى نتاعي بعد ما طابت، واللي مذاقها بنين بزاف بزاف، وراح تكتشفوه لما تجربوه. وراكم تشوفوا قطعت لي كميه لا باس بها، راهي هنا اكثر من 50 حبه من 3 حبات بيض. حبيباتي ان شاء الله الوصفه تاع اليوم راهي عجبتكم. راكم تشوفوا راني ذقت منها ديجا ما صبرتش. ان شاء الله تجربوها وتعجبكم انتم كذلك. تحياتي اليكم، وكالعاده اللي مش مشترك يشترك ويفعل الجرس باش يوصلكم كل جديد. وسلام.